في يوم عادي بيوصل اتصال للشرطة من ست عجوزة وبتبلغ ان ابن جوزها اعترف ليها بحاجة غريبة، انه دفن حماته وحماه في حديقة بيتهم، وبس كان عندها فضول تعرف لو ده حقيقي ولا لا. بيبتدي المسلسل بسوزان اللي بتشتري لوحة من محل تحف، ولما جات تدفع بنشوف ان معاها بطاقات بنك كتير. بترجع البيت وبتستنى جوزها كريس، وبنشوف شكل بيتهم اللي كان بسيط جدا، وبنعرف انهم من انجلترا وجايين فرنسا يدوروا على شغل. وبتوريه اللوحة وبتعرفه ان اشترتها ب 20 يورو وهي جايباها ب 170 دولار، وبيتضايق برضه لانه حالتهم صعبة. ولما دخلت تحط اللوحة في الأوضة بتفتكر كريس وهو بيضرب بالرصاص على حد. بيروح كريس مقابلة شغل لكن بسبب لغته الضعيفة بيترفض، وبنعرف انهم هنا في فرنسا هربانين من حاجة عملوها في بلدهم. بيتصل كريس بمرات ابوه تابيثا وبيعرفها بحاجة وبيطلب منها ما تعرفش الشرطة، وكان عاوز يستلف منها فلوس لان اوضاعهم هنا سيئة ومتأخرين على الايجار. ولما حاول يعرف سوزان انه ناوي يطلب فلوس من تابيثا رفضت ومش عاوزة حد يعرف مكانهم او هربوا ليه. بس كان خلاص كريس عرف تابيثا اللي فورا اتصلت بالشرطة وبلغتهم ان ابن جوزها كريس اعترف من شوية انه قتل ودفن ام وابو مراته في حديقة بيتهم قبل 15 سنة، وعرفتهم اسماء المدفونين ومكانهم، وعندها فضول بس تعرف لو ده بجد ولا لا. الشرطية اما بتعرف المحقق اللي استغرب وما كانش مصدق البلاغ. كريس بيعرف ان تابيثا بلغت عنهم وكان متضايق جدا. كريس بيعرفها انه قال لمرات ابوه علشان يعرفها اوضاعهم وتساعدهم بالفلوس. بتتخانق سوزان معاه وبتفكروا ان ده مش قراره لوحده وانهم مع بعض ودلوقتي لازم يهربوا تاني. بتتحرك الشرطة في انجلترا للبيت اللي المفروض حصلت فيه الجريمة، وبتتكلم مع الساكن الجديد هناك، وكان دخل البيت من 8 سنين وما يعرفش حاجة عن السكان القديمين اللي هم ويليام وباتريشا أم وأبو سوزان. جارهم اللي كان موجود وقت ما كانوا ساكنين هنا بدأ يدي الشرطة شوية معلومات عامة عن الشخصين دول، واللي يعرفوا ان الشخصين دول سافروا فجأة، وبنتهم وجوزها كريس سوزان فضلوا قاعدين في البيت فترة. الكلام ده حصل قبل 15 سنة، واللي عرفهم ان ويليام وباتريشا سافروا كان كريس. بس ذكر حاجة غريبة بس هو شايف انها بتضحك، ان في يوم من 15 سنة شاف كريس بيحفر حفرة عميقة جدا في جنينة بيته، وحتى هو وكريس هزروا مع بعض وقال لكريس انت هتدفن حماتك وحماك فيها ولا ايه، وبيقول انه تقريبا كان بيزرع شجر. بعد الكلام ده فورا الشرطة حصرت البيت، وحتى الساكن الجديد خرج هو وعياله من البيت. الاخبار بدأت تنتشر وبيطلبوا من كريس يتصل بيهم بس علشان عاوزين يعرفوا منه شوية معلومات. وفعلا كريس بيبعت رسالة للمحقق وبيعرفوا ان هو ومراته عايشين حياة هادية وكويسة في فرنسا وما عندوش استعداد يرجع انجلترا. بدأ الحفر في حديقة البيت وفعلا بتلاقي الشرطة الجثث. عند الشرطة مفيش دليل واضح يقدموه للشرطة الفرنسية علشان تتعاقب كريس وسوزان ويقبضوا عليهم، مجرد جثتين مدفونين بشكل غير لائق ومفيش حاجة اكتر. عند كريس وسوزان كريس بيعرفها انهم لو فضلوا يهربوا اكتر الشرطة هتتأكد انهم مذنبين فعلا. فقسم الشرطة طلع تقرير مبدئي وواضح ان كل جثة اتصابت برصاصتين بنفس السلاح، وبيتوقعوا ان ضربهم كان يقصد يموتهم. وبعد ما كريس وسوزان قعدوا مع بعض فكروا وبيقرروا يرجعوا تاني لانجلترا يسلموا نفسهم احسن ما يتقبض عليهم فجأة. وفعلا بيحجزوا تذكرة قطر للندن وبيتحركوا فورا، وبيقولوا انهم ما عملوش حاجة وهيعترفوا للشرطة بكل حاجة بصدق. وبعد ما بيوصلوا كانت الشرطة مستنياهم، والمشكلة انهم مش عارفين اشكالهم، بس في الاخر وصلوا ليهم. بيروح القصبة وبتنفصل سوزان عن كريس. بيدخل المحامي دوغلاس يتكلم مع سوزان وعرفها مفروض تعمل ايه. اي سؤال المحققين يسألوها تقول مفيش تعليق على الاقل لحد ما يفهموا اكتر. بس كانت متفقة هي وكريس انهم هيقولوا الحقيقة، وبتعرف المحامي الحقيقة وبيدخلوا قدام المحققين. بيقرا دوغلاس الاعتراف بتاعها وقالت انهم راحوا زاروا بيت امها وابوها وهي ما قتلتهمش، لكنها اصابت امها برصاصة ادت للوفاة، وجوزها كريس مالوش اي علاقة بمقتل اهلها وعرف بالوفاة بعد اسبوع من الجريمة. ولما حاولت ايما تسألها عن اقوالها كانت مش بترد زي ما المحامي قال لها وبتبتسم بس، وده ضايق ايما. وتاني يوم بدأ التحقيق مع كريس اللي رفض اي محامي وقال نفس كلام سوزان، وعرفهم انه لما عرف باللي حصل كان هيبلغ الشرطة، لكن مراته رفضت وعرفته انهم مش هيتفهموا انها ما عملتش حاجة. فقرروا يدفنوهم في بيتهم كنوع من الاحترام ليهم زي ما في دول في العالم بتعمل كده، وغالبا كل حاجة واضحة قدام الشرطة. سوزان ارتكبت جريمة شبه عمد لكن عقلها ما كانش فيها، وكريس غطى عليها واخفى الجريمة والاتنين هيتسجنوا. بس ايما مش مقتنعة بالكلام ده وحاسة ان في حاجة ناقصة وبتطلب تحقق مع سوزان تاني. وفعلا بنعرف من التحقيقات ان امها قتلت ابوها الاول وبعد كده هي ضربت امها، بس كانت مش راضية تتكلم اكتر. وسألتها ايما لو كانت اتصلت بكريس بعد ما خلصت الجريمة. اتوترت سوزان وافتكرت ان كريس قال حاجة عكس ما كانوا متفقين. المحامي حاول يهديها. بتتضايق سوزان وبتحس انها بتقول كلام وكريس بيقول كلام تاني ومش ده اللي اتفقوا يعملوه. دخلوا يحققوا مع كريس
وعرفهم انها قابلته في نص الاسبوع اللي حصلت فيه الجريمه، لكن ما عرفتوش حاجه. وبعد كذا يوم لما رجعوا بيت اهل سوزان، كريس بيستغرب فين اهلها. عرفته بكل هدوء انهم مش هينزلوا لانهم ماتوا، وبيعرفهم انها لما قالت كده نفسه اتسدت ومرضاش ياكل. ايما استغربت وسالته ما كانش فيه ريحه للجثث لانها مرميه من ايام. عرفهم انه ما شمش اي حاجه، وفسر ده ان دايما ريحه البيت سجاير قويه بسبب ابوها. خرجت ايما وكانت مبسوطه جدا لانها طلعت باللي هي عاوزاه. وبيطلعوا كمان بمعلومه من البنك، وبيعرفوا ان سوزان وباتريشا امها كان عندهم حساب مشترك. وبعد ما الجريمه حصلت تاني يوم راحت سوزان البنك وسحبت نص الفلوس كاش، وسوزان بتقول انها مش فاكره. ولما واجهوا كريس ما كانش شايف ان فيها حاجه، وكان دايما بيدافع عن سوزان وشايف انها كانت دايما في معاناه، واللي عملته في امها كان نتيجه للمعاناه دي. حاولت ايما تاخد اي معلومات من سوزان لكن لسه مش راضيه تتكلم. بتفسر ايما اللي حصل انها جريمه قتل بهدف الحصول على المال، لان على حسب المعلومات اللي عندها ان قبل الجريمه سوزان كانت مش بتزور اهلها لمده سنه، وفجاه لما ظهرت تاني تزورهم ماتوا. اتضايقت سوزان وبتعرفهم ايه اللي حصل يوم الجريمه. كانت نايمه وصحيت على صوت رصاصه، ولما راحت اوضه امها وابوها بتلاقي ابوها مقتول على الارض وسلاح في ايد امها، وبتقول انه كان لازم يموت. وبعدها رمت السلاح على السرير، بس سوزان راحت واخدته وبررت ده. خافت امها تاخده وتضربها بيه لانها كانت سكرانه. وبتعترف امها ان من ضمن الاسباب اللي قتلت بيه ابوها لانه كان بيعتدي على سوزان بنته. سوزان وقتها كانت مش عارفه تعمل ايه، وقالت لامها انها تتصل بكريس يجي يساعدهم، بس امها عرفتها ان كلهم واحد، كريس زي ابوها بالظبط. وبتقول لها ان محدش بيحبها، وفضلت تهين في بنتها وفي حياتها لحد ما سوزان جابت اخرها وضربتها بالنار. بعد الاعتراف ده ايما عرفتها ان مكان الرصاصات في جسم الام نفسه في جسم الاب، وشك ان ممكن يكون كريس لما هي اعترفت له ان ابوها كان بيعتدي عليها راح وقتله. وبعد كده قتل امها لانها كانت عارفه ومش بتعمل حاجه، بس بتعرفهم انه بس ساعدها يدفن الجثث، وكانت دي فكرته علشان يحميها. بول المحقق بيروح يتكلم مع مرات ابو كريس علشان يعرف عنه اكتر. بتعرفه ان كريس دايما بيحاول يساعد اي شخص بيحبه، بس دايما بيفشل، وحياته اتغيرت بعد ما خسر امه واخوه. بيحصل اجتماع للشرطه وبيناقشوا كل اللي حصل، واللي حصل بالظبط الام قتلت الاب. دخلت سوزان عليهم وعرفتها امها انها كانت تعرف ان ابوها بيعتدي عليها علشان كده كان لازم يموت. وبتفضل تهين سوزان لحد ما فقدت اعصابها وخلصت عليها. سوزان لفت الجثث في بطانيه وحطتهم تحت السرير، وبعدها راحت لندن لكريس وقعدت عنده كذا يوم. وبعد كده اشتروا اكل وراحوا بيت اهل سوزان، وهناك عرف بعد اكتر من اسبوع على موت الضحايا وما كانش في ريحه طالعه. بعدها كريس حفر حفره ودفنهم فيها، وطبعا ما فيش ولا ضابط من الموجودين مصدق الكلام ده. هدفهم دلوقتي يثبتوا ان ده كذب ويعرفوا اللي حصل علشان النيابه. بعد ما دوروا في حاجات كريس وسوزان اللي جابوها من فرنسا معاهم كانت كلها قطع نادره لممثلين مشاهير وحاجات غاليه بس ملهاش لازمه. بس كريس مش بيصدق ان الحاجات دي غاليه جدا كده، وان سوزان كانت بتضحك عليه، وبيصرفوا كل الفلوس اللي بياخدوها من القروض على حاجات تافهه زي دي. بس عرفهم فعلا انها كانت بتشتري حاجات غريبه من دي وكتير، بس دي فلوسها. وبيقول انها ما سرقتش فلوس من امها اللي كانت في البنك لانها في الاصل فلوسها، وكانت امها ناويه ترجعها لها. وبيتبرر ده ان سوزان ورثت من جدها فلوس وساعدت امها وابوها يشتروا بيت. سالته ايما طيب باتريشا امها ما ورثتش حاجه ليه من ابوها اللي هو جد سوزان؟ عرفهم ان ابو باتريشا وامها كانوا مش بيحبوا ويليام علشان كده ما كانوش عاوزين يورث حاجه. وفعلا بنشوف ان باتريشا هي اللي اقنعت سوزان تديها الفلوس، وبتقول ان دي فلوس ابوها وامها، وفضلت وراها لحد ما اقنعتها تديهم لها سلف. والورث كان اغلبه بيت كبير، واول ما باتريشا اخذت الفلوس باعت البيت بمكسب ونقلوا في البيت اللي ماتوا فيه. ايما بتوصف ده انه ضايق كريس جدا، بس عمل انه مش مهتم ولا كأن في حاجه حصلت. بس في الحقيقه اتخانق مع سوزان جامد يومها وقال لها انها مش بتتعلم وهيضحكوا عليها تاني. في التحقيق بول بيطلع له صور فرحه على سوزان، والظاهر في الصور حماته بس، اما ويليام حماه ما كانش موجود في ولا صوره، وحتى مرات ابوه ما شافتوش في الفرح. وفعلا كريس بيقول ان حماه ما كانش موافق على الجوازه دي. ايما طلبت منه يوقف يدافع ويساعد شخص ما يستحقش المساعده، وعرفته ان سوزان قدام المحكمه هتتهم بقضيتين قتل شخصين لان مكان الرصاص واحد. بس كريس اتعصب وعرفهم مستحيل تقتل حد لانها بتخاف اصلا من الاسلحه، وهو كان عنده سلاحين في البيت بس اتخلص منهم قبل الجريمه. ولما حاول يودي سوزان مره زمان نادي الرمايه كانت سوزان خايفه تمسك سلاح ومستحيل تقتل حد، واللي حصل كان خطا. ايما راحت لسوزان وطلبت منها تقول الحقيقه لان دلوقتي هي وكريس متهمين انهم مع بعض قتلوا ويليام وباتريشا علشان ياخدوا الفلوس اللي شايفين انها من نصيبهم. وتوقعوا ان كريس دخل على
ويليام وباتريشا وهم نايمين وخلص عليهم من نفس الزاوية. بس سوزان كذبت الكلام ده كله ولسه مصرة على كلامها وبتدافع على كريس بكل ما عندها. بترجع الزنزانة وهي خايفة على كريس انه هيدخل السجن ومش هتشوفه تاني، ودوجلاس حاول يهديها لكن مش بيعرف. بدأت المحاكمة وواضح ان كل الأدلة والمعلومات اللي الشرطة وصلت لها بتدين سوزان وكريس، وطبعا مش مصدقين قصتهم ولسه شايفين انها كذب والقتل عمد علشان ياخدوا الفلوس. وسط المحكمة سوزان وكريس بيتخيلوا الجريمة اللي حصلت وكأنهم في فيلم قديم، بس في تخيلهم كانوا راحوا لمكان في الغابة وحرقوا الجثث، وبيتوقعوا ان كده كانوا ممكن يخفوا الجريمة اكتر. وبدأوا يسمعوا اقوال كريس وبتسألوا المحامية ازاي كانوا على وشك الافلاس وبيشتروا متعلقات لممثلين وخطابات على اوراق متوقعة من الممثلين بفلوس كتير. عرفهم كريس ان سوزان بتحب ده وهو كان بيساعدها، والمحكمة شايفة ان دي حاجة غريبة. وسألوه كمان على الاسلحة اللي كانت عنده وعرفهم انه كان باعهم قبل الحادثة بفترة. بدأ التحقيق مع سوزان وسألوها عن اللي حصل وقالت نفس الكلام، واتخلصت من السلاح وفارغ الرصاص بانها اخدتهم للمدينة ورمتهم في الزبالة تاني يوم. وبعد ما راحت للبنك وجابت الفلوس راحت اشترت 20 معطر جو لان ريحة البيت سجاير والجثث كانت بدأت تطلع ريحة. المحامية استغربت لان المعلومة دي اول مرة تذكرها بعد ما الدكتور الطب الشرعي في المحكمة قال امتى بالظبط الجثث بدأت تطلع ريحة بعد الوفاة. فجأة سوزان تعترف انها اشترت معطر جو. عرفتهم المحامية ان نوع المسدس اللي سوزان ذكرته ان امها قتلت بيه ابوها وبعدها هي قتلت امها بيه، النوع ده بالتحديد مش بيخرج فارغ رصاصات. وسوزان قالت انها شافت فارغ رصاصات في ارضية الاوضة واتخلصت منهم مع المسدس. المحامية عرفتها انها ازاي ما حسيتش بالذنب بعد اللي حصل، وحتى عرفوا من الشرطة الفرنسية ان سوزان وكريس قبل ما يرجعوا حرقوا كل صور عيلة سوزان وكأنهم عاوزين يمحوهم من الوجود. وعرفتها المحامية ان دول اهلها واكيد كانوا بيحبوها، بس سوزان انهارت وعرفتهم ان محدش كان بيحبها زي ما امها كانت دايما بتقول، وانها في الاساس كانت غلطة وامها وابوها ما كانوش عاوزين يخلفوها. وواضح كم المعاناة اللي عاشتها في طفولتها. في الاستراحة بتقعد مع المحامي بتاعها دوجلاس وبيعرفها انه عمره ما هينسى التجربة اللي هو مر بيها دي، وانه مصدقها وعارف معاناتها وهيحاول يدافع عنها بكل اللي يقدر عليه. في جلسة النطق بالحكم القاضي وهيئة المحلفين شايفين ان الاتنين قتلة خططوا ونفذوا اللي حصل سوا ومش هينفصل بينهم في الجزاء، واتحكم عليهم الاتنين بنفس الحكم بتهمة القتل العمد. الكلام ده حصل سنة 2014 واتحكم عليهم بالسجن المدة لا تقل عن 25 سنة، ولحد يومنا ده مصرين انهم بريئين وما عملوش حاجة تستاهل الحكم ده كله، ومحدش يعرف اللي حصل بالظبط يوم الجريمة. السؤال هنا انت تتوقع ايه؟ هل هم فعلا قتلة ولا كانت سوزان ضحية واللي عملته ده كان غصب عنها على حسب كلامها؟ وبس كده. لو عجبك المسلسل اتأكد اضغط على الاعجاب وتشترك بالقناة وتفعل الزرار بتاع الجرس، وعندنا قناة تانية بنتكلم عن جرائم حصلت بالفعل ادخل عليها اكيد برضه هتعجبك. سلام.